النهارده هنعمل تجربه وفي نفس الوقت هنعمل مقارنه، وحط لي بقى يا باشا تحت المقارنه دي 1000 خط. يا ترى مين هيطلع احسن كحك العيد السنه دي؟ لايك وشير، خش في الموضوع. المقارنه السنه دي هتكون شرسه حبتين، خصوصا ان جامع ما بين اقوى 6 براندات دلوقتي موجودين على الساحه. وهنبدا باول براند وهو اغلاهم، وستارت العلب المشكل عنده كانت ب 495 جنيه. فحضر كوبايه الشاي علشان نعرف ندوق بمزاج. سيبس عامل باكينج جامده قوي السنه دي، خصوصا انه اغلى واحد، وحبيت ان ابدا بالكحك بتاعه. الكحك السمنه باينه جدا فيه، وبجد بتدوب في بقك، ومع كل علبه كحك بيديك كيس سكر 150 جرام، فبجد الكحكه محترمه. بالنسبه للغريبه فكان شكلها مدور كده عكس الشكل اللي احنا متعودين عليه. بالنسبه للريحه فانا كنت شامم ريحه السمنه البلدي اللي هي بجد، وطعمها جميل جدا برضه. ولكن بالنسبه للبسكوت الشوكولاته فما عجبنيش قوي بصراحه، خصوصا ان ريحته كانت جميله جدا. واما بالنسبه للبسكوت النشادر فريحته كانت في الهوي منه خالص، وبعيد عن ريحته فكان طعم السمنه البلدي وطعم البسكوت الاصلي حسيته جدا فيه. واما بالنسبه للبيتيفور عند تسيبس فكان عالمي جدا بجد. وتاني براند معانا وهو عبد الرحيم كويدر، وتاني علبه مشكل عنده كانت ب 400 جنيه. عجبني جدا في كويدر الباكنج بتاعه وطريقه تغليف لكل صنف عنده. هنا بقى كويدر حاطط لك سكر على الكحك بنفسه، ولكن هنا طلعنا بالليفل بتاع الريحه قوي، والطعم باين من عنوانه لما الكحكايه اتفتفتت في ايديا. وبالنسبه للبسكوت الساده فكان طعمه قريب جدا من تسيبس، وكان طعمه خفيف جدا. واشرب لي بق شاي عشان نعرف نقارن. هنا بقى الغريبه الشكل المعتاد الدائري اللي احنا متعودين عليه، ولكن كان في اختلاف قوي جدا من حيث الريحه والطعم والملمس، وواحده بس كفيله انك تاكلها. وكان عنده بقى بسكوت صايع قوي فكرني بطعم الكيتكات. طعم البسكوت مع طعم الشوكولاته المستخدمه حرفيا كان طعمه جامد جدا. وعجبني جدا الشعار اللي كان جوه المحل عند كويدر، فاللي يعرف ايه المكتوب يكتبها لي في الكومنتات. تالت براند معانا وهو اتوال الفتره الاخيره مغرق الشوارع كلها بالاعلانات بتاعته، فيلا بينا نقيمه. جبنا علبه مشكل من عنده كان سعرها 230 جنيه، فانا شايف ان اتوال عامل فتحه غريبه غير باقي البراندات، التغليف بتاعه ممتاز بصراحه. طب يا سيدي خش لي في الطعم. جربت من عنده الكحك بالسكر، كان طعمه حلو ولكن مش الواو. ونشرب بق شاي بقى عشان الحوار دخل معايا في كميه الغموض. والغموض بالنسبه لي بقى بعد كل التغليف المصروف عليه ده، طعم الكحك حاسه باين، حتى الملبل من جوه ناشف. حتى البسكوت عنده اتصدمت جدا انه ولا ليه ريحه ولا طعم. وقلت برده لما اديله فرصه بالبسكوت الشوكولاته طلع برده نفس النظام. وقلت لما اديله فرصه اخيره بقى في الغريبه بتاعته واللي طعمها جه معايا شويه، ولكن اللي ما عجبنيش انه حاطط في اول 3 صفوف ربع لوزايه على كل واحده، والباقي الصف لا. واللي جه معايا شويه في اتوال البيتيفور ابو شوكولاته بس. ورابع براند معانا وهو العبد، ده بقى يا باشا متهيالي ان هو نار على علم من زمن الزمن. وجبنا من عنده علبه مشكل وكان سعرها 370 جنيه. كده كده كل سنه العبد بيبهرنا بالباكنج بتاعه، فحبيت ان ابدا برده بالكحك بتاعه بسكر. فطعم الكحك عند العبد هو من كذا سنه ما بيتغيرش. طعم السمنه مع عجينه الكحك كانت مخدومه جدا بالسمنه البلدي. نخش بقى على البسكوت الساده عنده، واول مره يعمل شكل للبسكوت كل مره كان بيعمل لنا الشكل الكور اللازقه في بعضها، ولكن بصراحه الصدمه في طعم البسكوت عنده انها اتغيرت للاسوء. واما بالنسبه بقى للغريبه عنده فكان طعمها جامد جدا ودسم، وحرفيا الغريبه بتاعت العبد كانت احلى غريبه انا دقتها لحد دلوقتي. وندخل بقى على المقارنه الاخيره ما بين كنافه وبسبوسه ووزير الحلو. كنافه وبسبوسه فانا ما لقيتش عنده مشكل، فانا اتصدمت بصراحه، بس قلت برده هقيمه لكم من الكحك بتاعه. جبت نص كحك ساده من عنده كان عامل 110 جنيه. بالنسبه للباكنج بتاعته فعجبتني جدا برده بصراحه، وريحه السمنه باينه كده، والكحكايه اللي بتتكسر في ايدك بسرعه دي تعرف انها كويسه. طعم الكحك بصراحه كان جامد جدا، طعم السمنه غالب على السمسم، وقرمشه الكحكايه كانت جميله قوي. بصراحه كنافه وبسبوسه كيفني جدا في الكحك بتاعه. والبراند السادس والاخير اللي معانا وهو وزير الحلو كان عامل حاجه جميله جدا، وهي انه عامل نص مشكل وكان ب 100 جنيه بس. يلا بينا نقيم طعم التشكيله اللي عنده مقابل سعر النص كيلو اللي هي ال 100 جنيه. فهو حاطط لك في العلبه كحك بسكر وبسكوت ساده وبيتيفور بثلاث انواع. الكحك بسكر عنده كان قريب سيكه من العبد، واما بالنسبه للبسكوت فريحته ما جاتش معايا، ما كانتش قويه جدا، ولكن طعمه كان خفيف جدا، والسكر بتاعه كان مظبوط، والبيتيفور بتاعه برده كان قريب جدا من العبد. مش عارف باين وزير الحلو عامل دويتو مع العبد ولا ايه. فانا عايز اقول لك اللي يكسب بقى في المقارنه اللي احنا عملناها دي عبد الرحيم كويدر وتسيبس والعبد وكنافه وبسبوسه ووزير الحلو. بصراحه اتوال ما جاش معايا سكه فاوت اوف اوبريشن.